يواصل المنتخب الفرنسي استعداداته لخوض نهائية كأس العالم المقبلة، واضعا نصب عينيه التتويج باللقب العالمي الثالث في تاريخه بعد نسختي 1998 و2018. ويعول الديوك على كتيبة من النجوم بقيادة ديدييه ديشان بعد التفوق الودي على كل من البرازيل وكولومبيا. سهام البوش. عندما يبدأ المنتخب الفرنسي مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة السنغال في نيوجيرسي، سيعيد إلى الأذهان ذكريات المباراة الافتتاحية لمونديال 2002 في سيول بكوريا الجنوبية، حين التقى المنتخبان ونجح أسود التيرانغا في هزم حاملي اللقب العالمي. ويسعى المنتخب الفرنسي الذي يطمح للفوز بلقبه العالمي الثالث بعد لقبي 1998 و2018 يسعى إلى تعزيز حظوظه في البطولة بفضل تشكيلة تضم نخبة من النجوم، أولهم كيليان مبابي وعثمان ديمبلي ومايكل أوليس. وفي آخر مبارياته التحضيرية قبل انطلاق البطولة في يونيو، حقق المنتخب الفرنسي فوزا ثمينا على المنتخب البرازيلي بنتيجة 2-1، وعلى المنتخب الكولومبي بنتيجة 3-1. وتضم المجموعة التاسعة أيضا منتخبي النرويج والعراق. ويعتزم ديدييه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي منذ عام 2012 تقديم استقالته بعد انتهاء كأس العالم. وفي حال فوز المنتخب الفرنسي باللقب، سيصبح خامس منتخب فقط يحرز 3 ألقاب أو أكثر، ينضم بذلك إلى البرازيل المتوج ب5 ألقاب، وألمانيا وإيطاليا ب4 ألقاب لكل منهما، والأرجنتين المتوج ب3 ألقاب. نجم المنتخب الفرنسي مبابي كان توج بجائزة الحذاء الذهبي في مونديال 2022 عندما سجل 8 أهداف، وفي أوج عطائه وهو في 27 من عمره. يدخل مباريات يونيو الودية برصيد 56 هدفا دوليا، أي بفارق هدف واحد فقط عن الرقم القياسي المسجل باسم أوليفييه جيرو مع المنتخب الفرنسي. ويذكر أن المنتخب الفرنسي كان خسر نهائي المونديال الأخير بقطر أمام الأرجنتين بضربات الترجيح لينهي البطولة وصيفا للبطل.